بيبدأ مسلسلنا النهاردة وبنشوف روبوت اسمه سول وبنشوفه بيكلم نفسه وبيقول حياة الروبوتات دي صعبة جدا ان انت تبقى محكوم عليك تفضل طول الوقت مكانك وشايف البشر حواليك عايشين حياة طبيعية، انما احنا بنفضل محبوسين في نفس المكان. وبنعرف ان اللي كان بيهون على الروبوت سول البنت اللي صنعته، لان هي كمان كانت طول الوقت بتقف قدامه وتتأمل في جماله. وبنعرف ان البنت المبرمجة اللي ساعدت في صنعه اسمها لينا، وبنشوف ان الروبوت سول بيكون مع لينا طول الوقت لانه بيتحرك زي البشر داخل المكان بتاعه. وفي يوم بتروح لينا المكتب وبيكون معاها الروبوت، واول لما بتدخل بتلاقي خطيبها يان بيخونها من كتر بجاحته في الشغل. ووقتها لينا بتقرر انها تنفصل عن خطيبها بكل هدوء لانها ما بقتش طايقه تصرفاته. وبتلاقي خطيبها بيمسكها من ايديها وبيزقها بالعافيه علشان ما يلاقيش منها اي رد فعل، ولكن وقتها سول بيمسك ايده وبيزقها لدرجه ان لينا بتكون مصدومه من تصرف الروبوت، هو ليه بيدافع عنها بالشكل ده وازاي عنده مشاعر بشريه. وبعدها لينا بتمسك الروبوت من ايده وبتخرج وهي مبسوطه من تصرف سول لما دافع عنها، وبتقرر انه يكون شريكها في كل حاجه. وبتاخد لينا الروبوت سول معاها للبيت وبتتفق معاه انها استلمته يعيش معاها، يعني من الاخر مش هيرجع للمختبر مره تانية. وبيكون سول مبسوط جدا لانه اول مره يخرج بره المختبر ويشوف العالم الخارجي زي البشر، وخصوصا مع بنت جميله زي لينا، وده لانها تعتبر اول شخص سول يتعامل معاها. وبعدها بتلاقي سول بيقول لها انه بيحب شهر ديسمبر لانه بيحسسه بالهدوء. ووقتها لينا بتحس ان الروبوت ده هو نفس شخصيه حبيبها شو اللي كان مريض ومات، وبتكون متاثره جدا. وكمان الروبوت بيحس بمشاعر ناحيه لينا رغم ان دي عكس طبيعته لانه مش مزود بمشاعر وهرمونات تتحكم في تصرفاته. واخر اليوم بتكون لينا متوتره وطول الوقت بتفكر تعمل ايه بعد ما قررت تسيب الشركه بعد ما انفصلت عن يان، خصوصا انها تخسر الاسهم. وبعدها بتلاقي الروبوت سول بيقرب عليها وبيحاول يساعدها، ولكن لينا بتقول له انا جبتك معايا البيت علشان تكون رفيقي في الحياه وتشاركني كمان في يومي لاني وحيده طول الوقت. وبنشوف لينا بتساعد سول في اختيار الملابس بتاعته وبيسالها هو خطيبها يبقى حبها الاول ولا لا. وقتها لينا بتقول له غريبه ان انت روبوت وبتسالني عن حياتي الشخصيه، واشمعنى بتتكلم وكانك غيران عليا كده. بعدها سول بيحس انه متاثر وزعلان لانه بيعتبر لينا حبيبته لانها اول شخص شافه بعد ما الشريحه بتاعته اشتغلت. وتاني يوم بتخرج لينا وبتقابل صديقها يو وبيتكلموا في الاسهم. وبعدها بترجع البيت وبتلاقي سول مستنيها بفارغ الصبر ترجع وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبنشوف الروبوت سول بيتفق مع لينا انه يغير اسمه، وكمان لما يكونوا خارجين مع بعض تقول انه واحد قريبها علشان محدش يضايقها انها ماشيه بروبوت. وبيكون سول مبسوط جدا لانه حاسس بنفس مشاعر البشر وانه شخص مميز. وتاني يوم بتصحى لينا وبتلاقي سول بيجري عليها وبيحضر لها الفطار وبيهتم بيها اكتر من اي حد، لدرجة ان لينا بتكون مستغربة جدا. وكمان بيضيف لها لمسات مميزة في يومها وبيعرف يشتغل كروشيه وكمان بيعرف يطبخ. ووقتها لينا بتكون مستغربة لان الروبوت ده اساسا مش مبرمج للطبخ، وبتقول له هو اتعلم كل ده فين. واخر اليوم بتكون لينا قاعدة وبيجي لها اتصال انها لازم تحضر حفلة تبع شغلها، فبتقرر انها تروح حتى لو يان موجود هناك. وفجأة بتلاقي الروبوت سول بيمسك فيها وبيقول لها والنبي خديني معاكي، وبيحاول يقنعها لما بيقول لها انا سمعت ان في الحفلات البشريه لازم تبقوا كابلز وعلشان كده خديني معاكي. ولكن لينا بتقول له بص يا قلبي انت مجرد روبوت مالكش اي لازمه في الحفله، ممكن اخدك وتقعد في العربيه ولما احتاج لك هبعت لك فورا. وبعدها سول بيتاثر بكلمه مالكش لازمه دي وبيقول انا فعلا مجرد روبوت وماليش لازمه في حياه البشر، من الاخر انا مجرد اداه بخدمهم وبس. وتاني يوم بتروح لينا الحفله واول ما بتوصل بتلاقي صديقتها بتنادي عليها وبتقول لها انا ملاحظه ان في كاميرا مراقبه ماشيه وراكي فخلي بالك. ووقتها لينا بتقول لها عادي يعني انا مش بعمل حاجه غلط، تلاقي يان صديق السابق هو اللي بيراقبني وخايف ان انا اسرب معلومات الشركه مثلا، وانا اساسا كده كده مستحيل اعمل اللي بيفكر فيه ده. وبعد شويه صديقتها يو بيجي لها مكالمه وبتخرج وبتسيب لينا لوحدها تكمل المشروب. وفجاه لينا بتحس انها بتتخدر ومش قادره تسيطر على نفسها، وبتعرف انها شربت نوع مخدر معين يخليها تعمل تصرفات بدون تحكم في نفسها. وبتقرر لينا تنقذ نفسها وتخرج قبل ما تأثير المخدر يخليها تفقد تركيزها. وبتكلم سول وبتبعت له اللوكيشن علشان يروح ينقذها، وبتلاقي يان صديقها السابق بيحاول يمسك ايديها ويقنعها يوصلها للبيت، ولكن بيوصل وقتها الروبوت سول وبيزق ايد يان بعيد عنها وبياخد لينا وبيشيلها وبيركبوا العربية مع بعض. وبنشوف سول بيفضل طول الليل قاعد جنب لينا وقلقان عليها لحد ما بتصحى وبتلاقيه محضر لها الفطار ومهتم بيها جدا.
ولكن فجأة لينا بتفتكر انها حصل بينها وبين الروبوت تجاوزات، وبتكون محرجة جدا ومستغربة انها هربت من يان علشان الروبوت. وبعدها لينا بتفضل تبص لروبوت سول وبتلاحظ ان عينه مألوفة بالنسبة لها وكأنه شخص مثلا تعرفه، ولكن مش بتقدر تحدد هو مين. وتاني يوم بتروح لينا تكشف علشان تشوف تأثير المخدر اللي في جسمها لانه نوع مخدر جديد، وبتلاقي الدكتورة بتقول لها ان المخدر هيختفي بعد فترة ولازم تتعالجي في اقرب وقت ممكن. وبنشوف لينا بتخرج وهي خارجة بتلاقي سول مستنيها، فبيروحوا مع بعض يشتروا خضار علشان سول قرر يطبخ لها الاكل اللي بتحبه بنفسه، وفعلا بيكون طباخ شاطر جدا. وكمان لينا بتشتري لسول نوع المية اللي بيتغذى عليها بكمية كبيرة علشان يحتفظ بحيويته. ووقتها سول بيحس ان لينا بتهتم بيه جدا وبيقول لها ما تخافيش عليا، الروبوت مش بيموت، ولكن اهم حاجة انت تبقي مبسوطة في حياتك ومفيش اي حاجة تضايقك. وتاني يوم بتصحى لينا وبتلاقي سول مجهز لها الاكل اللي بتحبه وبيعملها كويس جدا وكأنها خطيبته. وقتها لينا بتقول ياه، الروبوت ده بيعمل كل حاجة الانسان يقدر يعملها ما عدا انه ما يقدرش ياكل زينا وبيتغذى على محلول. وتاني يوم بتروح لينا شغلها وبتكون خارجة آخر اليوم وبتلاقي شخص بيقول لها إن زميلها فينج عايز يقابلها، وبنشوف لينا بتروح تقابل فينج وبتشك إن هو اللي اخترع المخدر اللي تأثيره بيدوم لأيام طويلة. وأول لما بتشوفه بتقول معقول هو اللي حط لي مخدر في العصير. وبعدها بتعرف من فينج إنه صنع نوع مخدر ممنوع في السوق اسمه الندى الأحمر، وبتكون لينا متضايقة جدا وبتقول له إن نوع المخدر ده ممنوع ينزل السوق. وبعدها لينا بتقول لفينج غريبة، يعني أنت كنت أكتر واحد بتخاف على الناس لما كنت بتدرس طب، وكان تفكيرك تخترع دواء ينقذ الناس مش تعمل مواد مخدرة. ووقتها لينا بتقرر تسيبه وتمشي وبتلاقي فينج بيهددها، ولكن لينا علشان تثبت له انها مش خايفة ومش فارق معاها اي حاجة بتقرر تشرب المخدر اللي مصنعه قدامه وبتمشي. وبعدها بنعرف ان فينج كان مش بيقدم لها المخدر اللي كان في الكاس وانه كان مجرد مسكن مش مضر، وكمان هو بيخاف على لينا ومش هو اللي حط لها مخدر في الكاس اول مرة. واخر اليوم بترجع لينا البيت وبتفتكر لما فينج كان بيعالج حبيبها شو اللي مات وما قدرش ينقذه. وبنشوف لينا قاعدة آخر الليل في الشارع لوحدها وبتفكر في حبيبها شو اللي مات. وفجأة بتلاقي سول راح يقعد معاها وبيقول لها أنا حاسس إن أنت متضايقة، وبيحاول يخليها تخرج بره مود الزعل لدرجة إن لينا بترتاح له وبتنام على كتفه، وبيلاقيها بتقول له إنه بيفكرها بحبيبها شو اللي مات. وتاني يوم بتروح لينا المستشفى علشان تتابع المخدر اللي في جسمها وبتاخد معاها سول، وهناك بتعرف من الدكتورة إن دخل جسمها مادة مخدر نادرة. ووقتها لينا بتفكر ثواني وبتقول واضح ان فينج شربني المادة المخدرة اللي بيصنعها علشان يأذي الناس. وتاني يوم بنشوف لينا بتكون في الشغل وبيكون سول طول اليوم بيفكر في لينا وازاي هي بتهتم بيه. واخيرا بتوصل لينا للبيت، واول لما بيشوفها سول بيكون مبسوط جدا زي الطفل اللي مستني امه ترجع، ولكن بيلاقي لينا بتقول له انها راجعه تاخد شنطتها لانها مسافره يومين. وبتلاقي سول زعلان جدا وبيقول لها على فكره انا بكره الوحده. فوقتها لينا قلبها بيحن وبتقول له قدامك 5 دقايق وتكون جاهز وهاخدك معايا. بعدها لينا بتوصل عند صديقتها يو وبتلاقي صديقتها بتقول لها مين الشاب الوسيم ده. وقتها لينا بتقول لها ده ابن عمي وكان مسافر ورجع من السفر، ولكن صديقتها يو بتقول ازاي طلع لها قرايب وهي كل قرايبها ماتوا في الحرب. وبعد شويه لينا بتلاقي صديقتها بتقول لها بما انه شاب وسيم كده ارتبطي بيه واتجوزه علشان حاسه انه خساره اي بنت تانية تاخده منك. وبعدها لينا بتقعد مع صديقتها وسول وبيشربوا عصير زي اي تجمع، واول لما سول بيمسك العصير بيلاقي لينا بتمنعه، وده لانه عايش على محلول الميه وبس. وبتكون لينا قلقانه جدا طول الوقت علشان خطيب يو خبير في الذكاء الاصطناعي وهيروح يزورهم، وبتكون خايفه انه يكشف ان سول يبقى روبوت مش انسان. وبنشوف لينا بتضطر تخلي سول يبات معاها في نفس الاوضه رغم انهم في العادي كل واحد بينام في اوضه لوحده. وبنلاحظ ان الروبوت سول هو اللي اتعلق بيها اكتر منها لدرجه انه بيزعل لما بتقول له ينام على الكنبه. وتاني يوم بيصحى سول بدري وبيعمل لهم فطار حلو جدا لدرجه ان صديقه لينا بتقول لها معقول يكون حد وسيم كده وكمان شاطر في صنع الاكل. وبنشوف ان لينا نفسها بتقول يا ريتك كنت فعلا بشر مش روبوت. وبعدها لينا بتخرج مع سول علشان يعملوا شوبينج، وهم في الطريق لينا بتشوف معرض تصنيع روبوتات وبتكون مستغربه ازاي التحديث وصل بسرعه كده وكانه اتسرب. وبتدخل المعرض وبتلاقي روبوتات كتيره شبه سول، ولكن بتحس ان سول مختلف وبيتعامل زي البشر. وبعدها سول بيخرج وبيقول في النهايه انا روبوت وكل
بتقول له يعاملني على الاساس ده، وبيلاقي لينا بتقول له بس انا دايما بحس ان انت قريبي فعلا مش مجرد روبوت. وبعدها الروبوت سول بيحس ان في مشاعر تجاه لينا وبيحاول يقرب منها علشان يبوسها، ولكن بيلاقي لينا بتقول له مع الاسف من نظام الروبوت ان ما ينفعش البوس، لان معروف ان نوع الروبوت ده لما بيدخل في علاقه قوته وعمره بيقله. ولكن لينا وسول مش بيهتموا بقوانين صناعه الروبوتات وبيقضوا وقت رومانسي مع بعض زي اي اتنين مرتبطين. وتاني يوم بتروح لينا مع سول مركز تطوير الذكاء الاصطناعي، وهناك بتلاقي فينج زميلها قدم استقالته رغم انه اطلق اخر اختراع للذكاء الاصطناعي. وبتعرف ان يان خطيبها السابق اللي فصله من الشركه لما طلب يعمل تعديل. وفجاه بيوصل يان وبيهدد فينج لو اتكلم عن اسرار الشركه مره تانية مع لينا. وبعدها يان بيلاحظ ان سول قاعد مع لينا طول الوقت وبيقرر يتنمر على لينا وبيقول لها اخرك ترتبطي بمجرد روبوت. ووقتها سول بيقرب يقف جنبهم وبيسمع التهزيء كله والتنمر عليه لمجرد انه روبوت، ولكن مع ذلك برضه مش بيتكلم. بس بيلاقي يان بيمد ايده على لينا لما بيتعصب، ووقتها سول مش بيتحمل وبيقول له ايدك لو اتمدت عليها مره تانية انا هقطعها لك، واوعى تفكر ان انا مجرد روبوت. وكمان بيمسكه وبيضربه. وبعدها لينا بتكون في حاله ذهول وبتقول لسول انت عملت كده ليه؟ فبتلاقي سول بيقول لها شوفي سبحان الله ده البشر الوحيد اللي مش بحبه ولا بطيئه علشان دايما بيأذيكي. واخر اليوم بنشوف الروبوت سول بيركب العربيه وبتقعد لينا جنبه وبتساله لو يعرف حبيبها القديم لانه كان مهندس برمجه كبير. ولكن بتلاقي سول بيقول لها انا معرفش اي حد غيرك. وبنشوف ان سول اصلا واضح انه بيحب لينا لدرجه انه عايزها ليه لوحده وتبعد عن اي حد تعرفه. وتاني يوم بتكون لينا راجعه مع صديقتها يو بالليل وبيلاقوا سول قاعد مستنيها في الشارع. ووقتها يو بتقول لينا انا عارفه ان سول مجرد روبوت واكتشفت ده لما كنت عندي في المزرعه واخدت بالي انه مش بياكل ولا بيشرب زينا. وبتقول لها بس واضح عليه انه بيحبك بجد ومع الوقت تقدري تتعايشي معاه عادي لانه بيحصل له تحديث مع الزمن. بعدها سول بيتشجع وبيعترف للينا انه فعلا بيحبها لانها اول شخص اكتشفه وخرجه للحياه. وتاني يوم بتكون لينا خارجه من باب الشركه وبتلاقي سول مستنيها ومعاه ورد لدرجه ان زمايلها بيغيروا منها وبيقولوا حبيبها مستنيها قدام الشركه ومحدش بيقدر يتعرف عليه من زمايلها غير صديقتها يو، وده لانها خبيره في صناعه الروبوت. وبعدها يو بتسال سول وبتقول له طبعا العلاقه بينك وبين لينا كلها حب ورومانسيه. فبتلاقي سول بيرد عليها وبيقول لها العلاقه بيني وبين لينا رسميه ومحدوده وما حصلش بينا اي تجاوز. بعدها لينا بتكون مصدومه لان سول كذب وبتقول له اللي يكذب مره هيكذب عليا كتير خصوصا ان انت روبوت. وبتزعل وبتسيبه وبترجع البيت وهي متضايقه. واخر اليوم بترجع لينا للبيت وبتلاقي سول مستنيها وهو بيعيط وبيعتذر لها انه مش هيكذب قدام حد تاني. ووقتها لينا بتكون مستغربه وبتقول معقول روبوت عنده كل المشاعر دي ويقدر يحب ويعيط؟ وبتكون مصدومه من تقلب هرمونات الروبوت سول. بعدها لينا بتاخده بالحضن وبتقول له مستحيل استغنى عنك. فبتلاقي سول بيعيط وبيقول لها انا بحبك زي ما بحب شهر ديسمبر بالظبط لانه الشهر المثالي في السنه لان الشهر ده كله تحديثات. ووقتها لينا بتفتكر حبيبها شو وهو مريض وكان دايما يقول لها انا بحب شهر ديسمبر. وبتقول لنفسها الدماغ والتفكير ده مش غريب عليا خالص. وتاني يوم بتروح لينا تقابل صديقها فينج ولكن بتخلي سول واقف بره الكافيه ومش بيدخل معاها. وبتروح لينا تقعد مع فينج وبتعرف منه انه اجبر على الاستقاله لانه بدا يكشف سر الروبوتات ولكن يان طرده. وبتعرف ان الروبوت سول صناعته مختلفه عن باقي الروبوتات وان سول زرع فيه برنامج بيتحكم في المشاعر. وبعد شويه بتعرف لينا ان تم تسريب معلومات من الروبوتات فبترجع البيت تعمل دراسه علشان تشوف السبب ومين اللي ورا التسريبات دول. وبيكون سول سهران جنبها طول الليل وفجاه بتلاقي زميلها في المختبر بيكلمها من رقم غريب وبيقول لها لازم اقابلك علشان اقولك على معلومات مهمه جدا ومين اللي ورا التسريب ده. وبتروح فعلا لينا للمكان اللي اتفقت مع زميلها علشان تقابله ولكن بتلاقيه مقتول. وبيكون معاها سول وبيحاول يهديها وبيخرجوا من المكان ولكن بيقابلوا فينج وطبعا لينا بتشك فيه بس بتلاقي فينج بيقول لها ان هو كمان ضحيه. وبنعرف ان شو قبل ما يموت وصى صديقه فينج على لينا انه يساعدها في تطوير تكنولوجيا المعلومات وكمان قال له انه سايب للينا روبوت من صنعه وفي كل المشاعر المشتركه بين الروبوت سول وحبيبها اللي مات. علشان كده لينا دايما بتحس ان سول حد تعرفه وبتحبه. وبنشوف ان لينا برغم انها بتكون مبسوطه ولكن بتنهار من العياط وبيكون عندها مشاعر متلخبطه بين سعاده وحزن على حبيبها اللي مات. ووقتها بيكون الروبوت سول بيسمعهم وبيدخل وهو منهار من العياط وبيقول لينا يعني ايه تكوني بتحبي شخص تاني وانا ابقى ذكرى منه وليه ابقى متبرمج من شخص بيحب حبيبتي. ووقتها لينا بتحس ان دماغها وقفت من تفكير الروبوت وبيكون هين عليها تقول له واحد ربنا يا عم انت هتغير من بني ادم وكمان هو اللي صنعك ولا ايه؟ وبعدها لينا
لينا بتحس ان سول تعب، فبتلاقي سول بيقول لها شكل حصل خلل في الشريحة بتاعتي لما نفسيتي حصل لها اضطراب. واخر اليوم بيكون سول نايم، ووقتها فينج بيقول لينا تروح الشركة وتوصل الشريحة، ولكن بتلاقي سول بيصحى وبيطلب منها يروح معاها ومش لازم يدخل لان الشركة فيها أوضة سرية وما ينفعش اكتر من شخص يدخل فيها. وبتدخل لينا علشان تخترق النظام اللي في الشركة، وبيكون فينج بيراقبها من بره وبيتتبع كل خطواتها بكل هدوء. ولكن في نفس الوقت بيكون سول متوتر جدا وقلقان على لينا علشان عارف ان لينا رايحة توصل لأي معلومة تخص حبيبها القديم وترجع حقها من يان اللي سرق مجهودها. وبنشوف لينا بتدخل بيانات وبتراجع السيستم لحد ما بتظهر قدامها صورة حبيبها شو اللي مات، وبيكون ليها وقت محدد تقدر تخترق السيستم. ولكن بيحصل شيء غير متوقع لما التيار الكهربائي بيرجع، ولينا بتتورط لانها دخلت أوضة سرية ومحدش يعرف، وبيتم تهديد لينا لو ما رجعتش النظام هيتم هدم الروبوت سول. وبنشوف ان سول بيحس ان لينا في خطر، وكمان بيتأكد لما بيلاقي فينج في حالة هدوء وبرود اعصاب، وبيقرر سول انه يتدخل بنفسه. واول ما بيوصل سول بيبان عليه علامات الانهيار وبيكون خلاص بينتهي، وبيودع لينا وبيوصيها انها تهتم بنفسها ومستقبلها. وبعدها بتيجي اشارة لسول انه فاضله دقيقة وينتهي، وفعلا سول بيتدمر وبيتمحي تماما وكأنه لم يكن. وتاني يوم بتصحى لينا وهي منهارة، خصوصا لما بتستوعب ان سول مش موجود، وبتلاقي فينج داخل عليها وبيقول لها ان يان اتقبض عليه. وبعدها لينا لما بتعرف ان سول انتهى بتنهار ومش بتقدر تستوعب ان الشخصين اللي حبتهم حياتهم انتهت. وبعد اسبوع لينا بترجع البيت بتاعها، واول لما بتدخل بتسمع صوت سول بينادي عليها، ولما بتقرب عليه بتلاقيه اختفى وكل مكان في الشقة بتتخيله، ولكن لما بتروح تلمسه مش بتلاقيه له وجود اساسا. ولما بتدخل الأوضة بتاعته بتلاقي على كل ازازات المية بتاعته كاتب عليها بحبك. وفجأة لينا بتلاقي جواب فيه بيانات وشرايح تثبت ان سول ما ماتش ويمكن استرجاعه تاني من خلال ادخال البيانات بشكل مرتب من جديد. وتاني يوم لينا بتصحى وبتلاقي مندوب بيوصل لها هدية تستلمها بمناسبة عيد ميلادها، وبتتفاجئ بصندوق كبير لدرجة غريبة. وبعدها لينا بتفتح الصندوق وبتلاقي سول رجع من تاني، ووقتها لينا بتدخل البيانات وبيبدأ الروبوت يقرأ البيانات وبيرجع للحياة مرة تانية، ولكن بيكون متشفر لدرجة بيقول لها هو انت مين، وبيبدأ يتعرف عليها من اول وجديد. وبنشوف لينا بتبدأ تعرفه كل حاجة من جديد وهي مبسوطة، وكمان بتشتري له لبس جديد. واخر اليوم بتكون لينا سهرانة بتعمل شغل برمجة مع حد من زمايلها، وبنلاحظ ان الروبوت سول غيران عليها ومتضايق انها بتكلم شخص تاني غيره. وبعدها لينا بتبدأ تهتم بيه علشان تعرفه ان اي حد بتكلمه بيكون مجرد زميل بس وبتحبه هو، بدليل انها قررت ترجعه مرة تانية. وتاني يوم بتروح لينا تقابل فينج وبيقول لها انا قررت اصلح مبنى التكنولوجيا علشان ترجعي تشتغلي فيه مرة تانية، خصوصا بعد ما يان دخل السجن. وبعدها لينا بتروح تزور يان في السجن وبتعرف منه ان هو اللي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وعلشان كده الروبوت سول اتدمر وقتها وما قدرتش تشوف معلومات عن شو حبيبها السابق، وكمان هو اللي قتل زميلها اللي كان عارف المعلومات السرية. وبيلاقي لينا بتقول له وانت برضو اللي حطيت لي المخدر اللي اخترعته لما كنت سهرانة في الملهى الليلي. وبعدها لينا بترجع البيت وبتلاقي سول مستنيها بفارغ الصبر علشان مش قادر يقعد في البيت من غيرها، وفي الوقت ده بيعترف لها انه بيحبها، وكمان بترجع علاقتهم زي الاول وبيهتم بيها اكتر من الاول. وتاني يوم بتكون لينا في الشغل وبتتصل على سول يروح يستناها في موقف العربيات علشان ياخدها وهي راجعة من الشغل. وقبل ما سول يخرج بيلاقي شريحة روبوت وبتكون لينا محتفظة بيها، وبيكون متضايق جدا وغيران علشان لينا عندها شريحة روبوت تاني. وبنشوف سول بيروح عادي يوصل لينا ولكن بيكون متضايق، واول لما بيشوفها بيوري لها الشريحة وبيقول لها بقى انت تقولي لي بحبك وانت محتفظة بشريحة روبوت تاني غيري. وبيكون متعصب جدا لدرجة ان ممكن ينهي حياته بسبب سرعة تشغيل البيانات لما اتعصب. فبتحاول لينا تهديه وبتقول له لو فضلت متعصب كده هتنتهي. وبعدها لينا بتركب مع سول العربية وبتقول له انا اسفة ان انا نسيت اشربك مية المحلول النهاردة، علشان كده بقى طبعا هرمونات جسمك مش متظبطة خالص. وبتحكي له ان شريحة الروبوت اللي لقاها دي هي نفس شريحته القديمة، وبتقول له ان كان عندها روبوت وكانت بتحبه وحياته انتهت وقدرت تستعيد شريحته تاني وبقت نفس الشخص، يعني من الاخر انا مش بخونك مع اي روبوت تاني. ووقتها سول بيهدى لما بيتأكد انها مش بتخونه مع اي حد تاني. بعد كده سول بيطلب منها ترجع تهتم بيه وتحبه زي اول نسخة، ولكن بيلاقي لينا طول الوقت بتقول له ان مفيش اختلاف بينك وبين النسخة القديمة وحبك ده هو ومش محتاجة حاجة تانية غير حبك ليا. وبعدها لينا بتعمل روبوت بط وبتعمل احتفال واصحابها بيروحوا يشجعوها، وكمان بتكون عاملة فكرة البط تكون لعبة للاطفال المرضى علشان تسليهم. واخر اليوم لينا بتاخد معاها بطة وهم في الطريق بتلاقي سول متعصب جدا وغيران من البطة وبيقول لها
لها انت بتلعبيها ليه؟ مش انت قلتي ان انت مش بتحبي اي حد اكتر مني؟ ووقتها لينا بتقول له شكلك اتجننت يا عم، بطة ايه اللي هتغير منها، ما تعقل كده شويه. وبعدها بيومين لينا وسول بيقرروا انهم يتجوزوا وبيعملوا حفل زفاف كبير جدا، وبتعترف قدام كل الناس انها بتحب الروبوت سول. وبعدها لينا وسول بيروحوا جزيره مع بعض يقضوا شهر العسل وبيكونوا مبسوطين جدا، وسول بيتعامل وكانه واحد من البشر. وبعد ايام لينا بترجع لشغلها وبتكبر شركتها في شغل البرمجه، وبتبتكر تحديثات جديده وبتكبر في المستوى الاجتماعي وكمان بتكبر في السن. ومع مرور السنين لينا بتموت بحكم القدر، وبعدها سول بيكون حزين جدا ومفتقد وجودها وحاسس انه ما بقاش ليه لازمه في الحياه، لان الانسانه اللي كانت بتدعمه خلاص ماتت. وبنشوف الروبوت سول بقى يروح كل يوم قبر لينا ويتكلم معاها لحد ما قرر انه يهمل في نفسه وبطل يشحن البطاريه بتاعته، وكمان بطل يشرب المحلول بتاعه لحد ما خلاص فقد شحن البطاريه خالص. وبيفتكر لينا لما بتقول له الارواح بتتقابل في الاخره، فوقتها بيقرر انه يسيب نفسه لحد ما البطاريه تفصل خالص على امل انه يقابل لينا في الحياه الاخرى زي ما وعدته. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.